ليه البراندز بتحب ان هي تتعامل مع البلوجرز والبابليك فيجر والانفلونسرز اكتر من الممثلين؟ هل ماديا بيبقى الممثل غالي عليهم او الفنان او الفنانه، ولا ايه سبب ان احنا نختص البلوجرز بان هم يعملوا كامبينز وبراندز كبيره؟ هو رقم واحد غير طبعا فرق السعر الكبير بين الممثل او المطرب وبين الانفلونسر. بس هو انفلونسر، هو انا كصاحب براند انا متاكد الناس دي بتتابع يوميات الانفلونسر ده. حلو. الناس عارفه بيته وعارفه مامته وعارفه عربيته. فلما يطلع يقول لهم انا بستخدم انتي مثلا الميه دي، هو فعلا الناس بتحب ده. لكن انا لما شفت مثلا كريستيانو رونالدو عامل اعلان شامبو مثلا كلير، انا متاكد ان هو ما بيستخدموش في الحقيقه. استحاله يكون بيستخدم غير شامبو لما بتبقى شايفه في بيت البلوجر مثلا جنيه او ب20 جنيه. يعني كريستيانو اكيد ما بيستخدمش شامبو كذا. لكن الانفلونسر لا، طبعا بيستخدم الحاجه وبيروح وبيجربها. وغير كده انا بشوفه كل يوم، فانا جوه تفاصيله، جوه قريب منه اكتر، بسمع له اكتر. صح. وخلينا نقول برضو ان الناس كلها برضو عارفه الموضوع ده، بس نكرره تاني برضو موضوع الكاتيجوريز بتاعت الانفلونسرز. في الميجا وفي النانو وفي المايكرو. عايز اقول لك ان كله بقى يروح دلوقتي المايكرو اللي هم 50,000 ل100,000. ليه؟ الناس اللي عندهم خلاص يعني هم عارفين ان هم احنا عندنا 4 كاتيجوريز من الانفلونسرز اللي هم الميجا والمايكرو والماكرو والنانو. خلاص. طبعا مع اختلاف عدد المشتركين، يعني من 500 ل 100,000 ل 500,000 المليون. الناس دلوقتي بدأت تروح البراندز للحاجات اللي هم لسه بدأ، لان الناس اللي عندهم كلهم لويال ليهم جدا ومصدقينهم قوي في المحتوى بتاعهم ومصدقينهم في اللي بيقدموه، فبالتالي بيروحوا لهم اكتر واسعارهم بتبقى شويه قليله. اكيد بالظبط. فعشان كده الناس بدأت تروح لهم. فستيل الانفلونسر ماركتنج هو اللي انا اعتقد يعني هو اللي هيكمل الفتره الجايه اكتر بكتير كمان من اي حد، من فنان او من اي حد سيلبرتي. صح. ان هم صادقين، يعني مش صادقين، ان هم يعني الناس بتوعهم بيتفاعلوا معاهم بدرجه اكبر من الفنان. فملخص القصه كلها دلوقتي بقت صناعه المحتوى بقت شغلانه تقدر تفتح بيها بيت، تقدر يبقى عندك التزامات، تقدر فعلا تبقى شغلانه فول تايم جوب. فاكيد في حاجات كتير اتعلمتوا فيها، ازاي تقدر تعمل محتوى، ازاي تقدر تعمل ارباح، احسن بلاتفورم تقدر تبدا عليها. فاكيد اعتقد انت جاوبت على كل الاسئله اللي كانت في بالي. او انت فدتنا قوي الصراحه. انا اللي مبسوط معاك جدا والله بجد ان قلت المعلومات دي كلها، وان يعني حوار جميل جدا معاكم يعني صراحه. احنا استفدنا، احنا عايزين نقول